اقعد قول جي سوي 17000 مره وبقى قابلني لو عرفت حاجه. نصيحه بلا هدف، لو انت لسه جاي جديد فرنسا او اوروبا اسمع الكلمتين دول كويس. اهم حاجه لو مفيش شغل والدنيا مريحه اتعلم لغه، امسك ورقه وقلم كراسه كده خليها في ايدك في المترو في القطر، اكتب اي كلمه تسمعها، ادخل ابحث عنها في جوجل، اتعلم من اليوتيوب، اتعلم من اللايفات اللي احنا بنعملها، حاول تستفاد، انزل شوف المعالم السياحيه بتاع البلد، انزل كل كرواسون، اشرب قهوه، هتدفع بس مش مهم، اديك هتستمتع بطعم الغربه وبطعم القهوه الفرنسيه اللي هي ملهاش طعم. المهم يعني الفكره كلها ان انت يا باشا حاول تستثمر وقتك، ما تقولش انا قاعد بقالي شهرين، بقالك شهرين حفظت كام كلمه، عرفت كام جمله، تعرف ايه في باريس. الحاجات دي هتفيدك بعدين لما تيجي تقدم على ورق، تقدم على جنسيه، ربنا يكرمك تكون انت فاكر حاجه. فدلوقتي انت فاضي ما عندكش شغل، ال 12 ساعه الفاضيين دولت بدل ما تسهر وتقعد تلف في الشوارع وتتصور، لا استفاد بجمله النهارده. انا اكتب جمله النهارده احفظها، افضل اقعد اقول جي سوي ما جي سوي جي سوي جي سوي، اقعد قول جي سوي 17000 مره وبقى قابلني لو عرفت حاجه. المهم يعني الفكره ان احنا نحاول تستفاد من الوقت اللي انت موجود بيه دلوقتي، قاعد من غير شغل استفاد بيه، لان هيجي وقت عليك هتشتغل والله لا لازم تقول اصل الشغل والضغط. طب ما انت كنت قاعد يا بابا، كنت قاعد 3 شهور من غير شغل، استفدت بايه؟ 3 شهور لو كل يوم كلمه هتلاقي معاك اكتر من 150 جمله تستخدمهم. احتك بالناس هنا، روح شوف المعالم السياحيه، اعرف ده بتاع ايه، دي كنيسه ايه، ده مكان ايه، ده مزار ايه. افهم وحاول تثقف نفسك عشان ده اللي هيفيدك بعدين بعد 10 سنين تقول لي يا ريتني عرفت الحاجات دي من بدري، عشان ما ترجعش بعد كده تقول ايه انا بقالي 20 سنه وبقالي 15 سنه في فرنسا كانك لسه جاي جديد. حاول تستمتع وحاول تستفاد من اول يوم تحط رجلك بيه في البلد دي. ما تقولش مفيش شغل، ما تقولش اصل اوروبا وحشه، لا حاول تستفاد. مفيش حد بيجي البلد دي ومش بيبان عليك حاجه، بيبان عليك فلوس، بيبان عليك ثقافه، بيبان عليك علم، بيبان عليك نزاهه. حاول تاخد حاجه من الحاجات دي وابدا من النهارده. بعد الفيديو ده انزل اتمشى، شوف الاماكن السياحيه، كل يوم في مكان، اتعلم لغه جديده، اتعلم جمله جديده مفيده تستفاد بيها وتعرف تمشي امورك في البلد دي. صباحكم زي العسل.